مش عشان خدت كورس ألماني يبقى أنت مؤهل إن أنت تنجح في امتحان زي جوتا أو تلك أو اس دي أو تسدوف. ليه؟ لأن الامتحان ده هو مش بيقيس بس إن أنت راجل مؤهل أو إن أنت بيتس فاي بي اينس سي اينس، لأ، هو بيقيس إن أنت شخص بيعرف تعمل 3 حاجات. تمام؟ إيه هما ال3 حاجات يا رموسة؟ عشان السؤال ده بيجيلنا كتير جدا، بالذات بنشوفه لما بنيجي نتكلم في الفري كونسلتيشنز. خلاص، بيبقى شخص دخل مره واتنين وللاسف ربنا ما وفقهوش، فبالتالي بيضطر يعيد الامتحان، والنهارده الامتحان غالي، النهارده الامتحان ب 11 او 12 الف جنيه، فده كتير. تمام؟ فانت ليه؟ وفر وقت، وفر مجهود، وفر فلوسك، اعمل بيه حاجه تانية. خلاص. اول حاجه لازم تبقى فاهم التكنيك والاستراتيجي بتاعت كل تايل في كل مهارة. احنا عندنا كام فيشكايت؟ 4: الليزن، الهيرن، الشخايبن، الشكاشن. كل مهارة من دول فيها عدد من التايلات. تمام؟ فلنفترض مثلا البيتز فاي، خلاص، في 5 تايلات. مثلا الليزن، في مثلا تايل هتلاقيه بيقيس الجلوبال سفيرشتين بتاعك، ان انا ازاي يبقى عندي تكست وبتعامل ازاي، بقصه ازاي، عندي سؤال، طب انا التكست كله اللي مش مطلوب مني ان انا ابقى فاهمه وعارفه، لا، في تكنيكال للحل. خلاص، اصل انت مش داخل تعمل ماجستير، انت داخل في عندك هدف واحد، وهو ان انا اطلع باكبر عدد من البوينتس ممكن عشان انجح في الامتحان، صح؟ فهو ده اللي احنا بنوصله لك ان شاء الله يعني. تمام؟ وهكذا نفس الكلام في الهيوغن، نفس الكلام في الاشخايبن، نفس الكلام في الاشبريشن. الشخايبن والإكسبريشن مثلا، ايه اكتر مهارتين او ديفاي فيه شكايه الناس بتخاف منهم ليه؟ فالموضوع مش صعب خالص، هو الموضوع فيه فريم ورك او وصفه تبقى فاهم الممتحن او الكروفة مستني منك ايه، خلاص، عشان تدخل تديهوله وتوريه ان انت بتعرف تعمل الحاجات دي فتنجح. مثلا الإكسبريشن 4 اسبكتن انت بتتقيم عليها، ايه هما؟ اول حاجه الفيرتشوال سبيكتروم بتاعك. يعني ايه برضو؟ عشان الناس اللي بتقول لي في الكومنتس انت بتتكلم الماني ليه؟ يا جدعان، هو ده احنا بنعمل كونتنت الماني. الفيرتشوال سبيكتروم ده اللي هو قد ايه انا عندي يعني مدى، او ان انا عندي فلكسبيليتي وانا بتكلم، مش هقعد اكرر نفس الحاجه 100 مره بالبلدي. مثلا واحد هو ما يعرفش غير فيرب ماخن، باشا انت راجل بيتزاي، ماخن 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 ماخن، مفيش حاجه اسمها كده، في فيربات تانية. خلاص، كل حاجه ليها الكونتكست بتاعها، فهو ده اللي بيقيسه. تاني حاجه مثلا الجراماتيك، قد ايه في كام حاجه كده انت داخل توريهم انت بتعرف تعملها. كونيكتيفيتس فاي بقى باسيف، على مش عارفه الاندكتيف حاجه، على حسب برضو الليفل بتاعك، الاينس غير الادز فاي غير البيانس غير البيلز فاي غير السي اينس، صح؟ تالت حاجه مثلا الكوهيرنس ان انا ازاي الحاجه تبقى مترابطه. تمام؟ والسبونتانيتيت، الحاجات دي مهمه جدا. في الاشفريشن مثلا الاوشبراخه ده موضوع هام بشده، يعني ان انت يعني الاوشبراخه بتاعتك تبقى زي الدويتشن، دي حاجة بتفرق جدا. خلاص، مثلا في الاسبريشن مش بس الحاجات دي، بيبقى في حاجات كمان وانت بتعمل الدiscussion بتعملها بنقول عليها. خلاص، فانت ده دورنا بقى، ان انت بتبقى محتاج واحد بس يكاتشن لك، يديك الوصفة، يرمي لك الدنيا ويديها لك بشكل تبقى قادر فاهمه وتفتكره، وتتمرن عليه كتير جدا من ماتيريال بيجي منها كتير عشان تدخل تجيب الهدف بتاعك، صح؟ تمام. تالت حاجة، ودي اللي بتقع من ناس كتيرة وبسببها بيحصل عبط كتير في الامتحان، هو التايم مانجمنت. انت لو راجل سي اينس وداخل تمتحن بي اينس حتى وما تعرفش تتعامل ازاي، الوقت بيخلص عليك. وعلى فكرة الامتحان مش بيهزر، بيقول لك خلاص بيت ليجن زي دي شتيفته، وبيبدأ يلم الورق، واللي بيكتب بعد كده الورقة يعني هو خلاص مش بياخدها منك، فده خطر. تمام؟ ازاي ابقى انا قادر اتعامل، سواء بقى ان انا بيبقى قدامي ساعه ديجيتال في بعض الامتحانات او ساعه اور، ازاي تعمل التايم مانجمنت ده؟ ده برضو حاجه مهمه جدا بتتاخد. خلاص، زي مثلا في معرض زي الشخايبن، ازاي امانج ان انا اكتب وبرين ستورم واوري له الحاجات اللي احنا متفقين عليها، كل ده في التايم فريم اللي هو مديوني، ده فن وحنكه لازم تتعلمها من واحد مش بس داخل الامتحان بنفسه قبل كده، لا، والحمد لله يعني الاكسبيرينس بتاعتنا تقدر تخش تشوف الريفيوز وكلام الناس. خلاص، السيمبلينج يعني السمبليفاينج الاكسبيرينس دي حاجه مهمه جدا. رابع حاجه كانت ال اه رابع حاجه مثلا، دي برضو حاجه كومن جدا، واحد يجي يقول لي طب انا بحل امتحانات يا عم ومعايا ماتيريال لكن ما بشوفش غلطاتي، انت بتعمل ايه؟ طب انت فين الفيدباك؟ فين ان انا غلطت في الحاجه دي ما غلطش فيها تاني؟ طب ما انت عمرك ما تبقى فاهم ان انت غلطت في الحاجه دي ليه من غير ما واحد يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، او لا تعالى مثلا نعمل مع بعض بالطريقه الفلانيه، او يبقى في تيبس هو حاططها لك انت بتمشي عليها. خلاص،
فانت كده قاعد بتعمل نفس الغلطه ومش بتتحسن، فمش هتطلع لقدام. برضه غلطه تانية الناس بتقع فيها، وهي الماتيريال. يا ادينا بس الماتيريال ونخش احنا وادعي لنا ربنا يوفقنا. لا، ده سيستم عك وربك يفك، ده ما بيجيبش حاجه. خلاص، ان انت معاك ماتيريال زي مثلا الناس مثلا اللي بتيجي تاخد كورس وبيجي يدور على كتاب مثلا، يقول لك احسن كتاب وبتاع. هو مش فيش حاجه اسمها احسن كتاب، هو الكتاب هو معمول عشان يبقى بيورجنايز الطريقه اللي انت تتعلم بيها مش اكتر. لكن مين اللي هيعلمك او مين اللي هيديك النولج دي؟ واحد هو فاهم هو بيعمل ايه، اشتغل في الموضوع ده 100 مره 100 مليون مره قبل كده، فهو فاهم هيرشدك ازاي. خلاص، فهي الماتيريال لوحدها كأن انت معاك كده كتاب طبخ ولكن ما عندكش بوتاجاز، تطبخ ازاي؟ جبت لحمه لكن انت ما عندكش طاسه تطبخ فيها، وعايز تعمل شاورما، طب هتطبخ ازاي؟ لازم في الحنكه والمعرفه دي. خلاص، اثر على نفسك واستثمر في نفسك عشان توصل للجول بتاعك في اسرع وقت. بس خلاص، الكلام ده يعني حرفيا الفيديو ده احنا we're talking deep from heart. احنا يعني الاويرنس دي بس عشانكم انتوا. خلاص، فميك يوز اوف التبس دي. ولو حد عنده اي سؤال في اي حاجه، خش عندك الكومنت سيكشن، انا برد يعني بحاول نشوف كل الكومنتس. وممكن كمان تدخل معانا فري كونسلتيشن على الرقم اللي احنا سايبينه في الديسكربشن. بس وما تنساش Übung macht den Meister. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal ان شاء الله. تشوس.